السلام عليكم المتتبعين ديالي، تنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. راني غبرت عليكم واحد شويه، واليوم رجعت معكم بواحد الفيديو جديد. اليوم تنوجد معكم واحد الطورطه سهله مهله، ودابا غادي نقدم معكم المقادير. هنايا مقادير بسيطه سهله مهله. عندي 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال السنيده، 7 المعالق ديال الحليب، بيضه، عندي فاني وخماره، وعندي هنايا 7 المعالق ديال الطحين، وعندي هنايا قشور ديال الحامضه غادي نحكهم، ومعلقه صغيره ديال الخل. وهو المول ديالي اللي غادي ندير فيه. درت فيه هاد البابي كويسون من التحت باش ما تلصقلياش، وغادي نوجد معاكم. نجيبوا شي بول ولا شي حاجه، ولا زلافه ولا طاسه ولا اي حاجه عندكم باش نخلطوا فيها المقادير. وغادي نبداو ان شاء الله على بركه الله. بسم الله. عندي هنايا واحد البيضه، بسم الله على بركه الله. وهنا عندي واحد الشاصيه ديال الفاني، وهنايا عندي 7 المعالق ديال السنيده. عبرت بهاد المعلقه هادي باش نشربوا بها الحريره، هي باش عبرت. 1 2 3 4 5 6 هاهي 7. هي وريتكم المعلقه باش عبرت، هي هادي. دابا غادي نخلطوا هادشي. نخلط لينا البيض والفاني مع السنيده مزيان باش تذوب لينا السنيده. بحال هكا نخلطو مزيان حتى يبان لينا الخليط تخلط مزيان. ندمجو هاد العناصر بزوج مع بعضياتهم بحال هكا. شفتوا كيفاش ولا اللون ديالو بدا يتبدل. ضربوها مزيان حتى تذوب سنيده. ومن بعد غادي نزيدو الزيت، حتى هما 7 المعالق ديال الزيت كما وريتكم بهذاك المعلقه نيت باش عبرت كلشي المقادير كاملين. ونعاودو نخلطو، يدخل الزيت مع هاد العناصر هادو مزيان بحال هكا. ودابا غنزيدو الحليب ديالنا حتى هو 7 المعالق. الا بغيتو تعوضوا بعصير الليمون ولا بدانون عوضوه. بحال هكا غادي نخلطو هادشي كامل. كنتمنى هاد الطورطه هادي تجي خفيفه وزوينه وتعجبكم. مقادير بساط موجودين عندكم في الدار، هادشي كامل في الدار. دابا غادي نحك هاد القشور ديال الليمون بحال هكا. هاي باش يعطيها النكهه ديال الليمون، تعطي واحد النكهه زوينه في هاد الطورطه هادي بحال هكا. ودابا غادي نديرو الطحين، غنكبو شويه بشويه حتى هو عبرتو 7 المعالق على حساب كل نوعيه ديال الطحين تتختلف. تهز ليا حتى 7 8. انا غادي نخلط، ولا خصني غنزيد معلقه حيت كل مره الطحين كيفاش يكون. هنا حيت عندي هاد الخماره هادي فيها 7 غرام، غادي ندير قيس ديال معلقه صغيره بحال هكا صافي.
وغادي نخلط هاد العناصر كاملين. دابا ملي نخلط هاد الخليط هذا ديالي راه غادي فاش درت الخميره راني خلطته. غادي نكمل هاد شويه الطحين اللي بقى عندي ها هو، حيت انا عبرت 7 المعالق نيشان على حسب كل واحد والطحين ديالو. غنخلط بحال هكا. ها هو الخليط ديالي واجد. وهنايا غادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال الخل. هذا الحامض هو اللي عندي، ندير معلقه صغيره بحال هكا كما تشوفوا، حيت هو تيخلي التجربه فيها هشيشه ورطبه. صافي هو الخليط ديالي تخلط. انا غنكبو في المول ديالي ونخشيه في الفران. الفران راني شعلته باش يسخن، حيت هادي راه دغيا تطيب. واخا شعله راني ناقصه السخونيه، ماشي مجهده السخونيه. صافي هذا هو القوام كيفاش تجي بحال هكا. هذا هو الشكل ديالها. ها هو بعد ما وجدت الخليط ديالي ها كيفاش تيجي. وبعد ما دهنت المول ديالي بالزبده ومن الجناب باش ما يلصق ليا ما والو. ها هو الخليط ديالي كيفاش جا بحال هكا. دابا غادي نخويه. ها هو خويتو في المول. غادي نبقى نخشى في الفران ودرجه الحراره 180. كل واحد على حسب الفران ديالو ديال الغاز ولا هذا يشعل من التحت والبوطه ناقصه تطيب، حيت هي دغيا تطيب. ونتلاقى معكم فاش تكون واجده ان شاء الله. هنايا غادي نوجد معكم لا كريم باتيسير. عندي 2 كيسان ديال الحليب راني عابراهم. عندي 4 المعالق ديال السنيده تكونوا هكايا ما عامرينش. وعندي هنا لا كريم باتيسير غادي ندير 3 المعالق كبار عامرين. وحده، ها 2، 3. غادي نحركو هادشي مزيان ونديروه فوق البوطه حتى يعقد. غادي نديرو فوق الطورطه ديالي. دابا ملي غادي نخلط هاد العناصر هادو باش ما يتكور لياش الكريم باتيسير ونديرو فوق البوطه. وفاش غيطلع يبدا يتقل غادي نوريكم. ها هي كيما تشوفوا الكريمه ديالتي بدا تتقل ليا. ها هي تقلت كما تشوفوا. ما خصكمش تغفلوا عليها باش ما تلصقش لكم. ها هي كما تشوفوا. دابا غنزيدو واحد المعلقه ديال الزبده بحال هكا. صافي وغادي نطفيو عليها. ودابا الخليط ديالي هو من بعد ما وجد غنكبو ديريكت فوق الكيكه ديالتي باش ما يكرمش بحال هكا كما تشوفوا. خصنا نكبوه مع حد السخون باش ما يجمدش. هادي لنا كويرات بحال هكا. غنقادوه هكايا بحال هاد الشكل. صافي غنخليوها هكايا تبرد الدفا ومن بعد نرجع معكم الطبقه الثانيه شنو غندير فيها ان شاء الله. انا رجعت لكم. ها الطبقه اللي غادي ندير. عندي هنايا 2 كيسان ديال الليمون كما تشوفوا بحال هكايا. غادي ندير معاهم 4 معالق ديال السنيده، معالق كبار.
وندير واحد الشاسيه ديال الفلان هذا تاع المغرب. غندير واحد غنديرو السكر راني نسيت، غادي نزيد الرابعه حيت راني نسيت هذا لي الراجل راه كيدرتي غير 3. وهنايا غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخنفسيه باش تجمعي. هاد الليمون هذا شد شويه راسو، ها هي معايا كما تشوفوا معايا. صافي غنخلط هادشي عاوتاني كامل وغادي نديرو في الخلطوطه وغنوريكم. ها هو الخليط ديالي كما تشوفوا، تبقى نحرك مع التحريك حتى تشوفوا بدا تيعقد لكم. صافي وطفيو عليه ونديرو فوق الطورطه ديالنا. هادي باش يكون ها هو بدا تيعقد. صافي دابا غادي نطفي عليه. ها هو كيف ما تشوفوا الخليط كيفاش تيجي هكا يعقد بحال هكا. وهذا ها هو ناشف، وانا تنحط صبعي ها ما فيه والو، ها جمدات. ما درت عليه في الثلاجه ولا حيت عندنا حنايا بارد الحال وحطها فوق الطبله. هانتي ضايا بردات. ودابا هذا غادي نكبوه بشويه من الفوق حيت باقي سخون باش ما يطلع ليناش هاد الكريمه ديالتنا فوق بحال هكا كما تشوفوا. كبوها هكا. نكمل هاد الطريقه هادي ونرجع معكم وتشوفوا كيفاش جات. ها هي كيفاش جات من كبيت هذاك الليمون. دابا غادي نخلوها بحال هكا تتبرد مزيان على خاطرها، عاد نخشيوها في الثلاجه ان شاء الله. وتنوريكم الطريقه نحيد المول، هذا المول هذا ونشوفوا كيفاش جات الشكل النهائي ديالها والزواق ان شاء الله. انا رجعت لكم بعد ما بردات الطورطه ديالتي. ها كيفاش تجي. راني نسوقتها غير بالشوكولاته فيرميسيل والشوكولاته بيض حكيتو، وهذه رافاييلو حطيتها في الوسط هي ديكور وصافي. ها كيفاش تجي زوينه وخفيفه ما شاء الله. نتمنى تجربوها وتعجبكم. دابا غادي نقطع معاكم. كيفاش نسوها ما حطيتها في الطبسه، سمحوا لي حيت بوحدي ما تيقلياش نصور. ها كيفاش تجي كما تشوفوا تجي هكا طبقات وتجي زوينه وبنينه. ما شهيتكم كيفاش تجي. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الطريقه اللي عطيتكم. وتنتمنى ديروا لنا جيم وابوني والتعليقات ديالكم. وتنتمنوا هاد الطورطه خفيفه اقتصاديه تنال الاعجاب ديالكم وجربوها في ديوركم لوليداتكم. وشكرا لكم، مع السلامه. الفيديو الجاي ان شاء الله.